السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا بنات، عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم عن فيتامين اي او فيتامين ه. فيتامين اي او فيتامين ه من الحاجات الجميلة جدا اللي في ناس كتير استخدمتها وقد ايه شكرت فيها، بس في طبعا بيستخدموها غلط للبشرة، وهم بياخدوا الكبسولات ويفرغوها على البشرة. طبعا انا ما برجحش الموضوع ده، لازم يتخفف بالكريم. هناخد كبسولتين من فيتامين اي او 3 كبسولات حسب عبوة الكريم اللي عندك. بناخد العبوات وبنفرغها، بنفرغ المادة الجيلاتينية اللي موجودة فيه، بنفضيها على العبوة. يعني ده تركيز 400، لو انت هتجيبي تركيز 1000 بتحطي كبسولتين، لو تركيز 400 بتحطي 3 كبسولات او 4 كبسولات على علبة كريم صغير. بتقلبيها كده، لازم تتقلب كويس، وبعد كده بتخليها على التسريح عندك كل يوم. قبل ما بتنامي بتغسلي البشرة بغسولك المفضل طبعا، وبتجففي البشرة، وبتبدأي تاخدي جزء صغير من الكريم وتحطيه وتفرديه على كامل البشرة، وبتحطيه طبعا تجنبا لمنطقة العين، وبنحطه على الرقبة كمان، وكمان على كفوف الايد، برضو بيعمل على ترطيب الايد وتغذيتها. خليها عادتك كل يوم، الموضوع مش هياخد منك أدنى مجهود، هتلاقي فعلا نتيجة جميلة جدا. هتلاقي نضارة للبشرة، هتلاقي كمان علاج للبقع اللي موجودة في البشرة. هيساعدك كمان على منع أكسدة البشرة، لأن أكسدة البشرة من الحاجات المضرة جدا اللي بتسبب ان بشرتك تبقى بيضة، وتقومي تغسلي وشك تلاقي وشك منور، بعد 5 دقايق تلاقي بشرتك بدأت تغمق. فهي دي أكسدة البشرة، فعايزين نهتم بيها. وإن شاء الله قريب هنزل لكم سيرم برضو جميل جدا لمنع أكسدة البشرة. أتمنى الفيديو كان عجبكم.